كواليس ماتش الزمالك والجونه اللي هيتلعب بكره وكمان التشكيل المتوقع. قبل ما اتكلم عن كل ده عايز بس اتكلم عن مدرب نادي الزمالك فيريرا. الصراحه فيريرا عاجبني في كل حاجه من بعد ماتش وادي دجله. يمكن من بعد ماتش وادي دجله قلت انا هحكم عليه كل ماتش بماتشه، يعني كل ماتش بعد وادي دجله انا هحكم عليه واقيمه. والصراحه الماتشين اللي لعبهم بعد ماتش وادي دجله الراجل يستاهل الفول مارك. كمان عاجبني جدا في تصريحاته اللي قالها في المؤتمر الصحفي بتاعت ماتش الجونه. الراجل باين ان هو مركز جدا في ماتش الجونه عن ماتش الاهلي، ودي حقيقه وباينه في كل تصريحاته اللي قالها عن الماتش. الراجل قال ان هو مش بيبص لماتش الاهلي قد ما بيبص على ماتش الجونه، وده حقيقي. انت لو خدت الثلاث نقط بتوع ماتش الجونه هتخش ماتش الاهلي وانت مرتاح. الفرق هيبقى 7 نقط ولسه الاهلي ليه ماتش متاجل، يعني الفرق 4 بونت على ارض الواقع. فانت تتعادل مع الاهلي تكسبه تركب الدوري من بدري جدا ويديك ثقه كمان مع اللعيبه. اما بقى بالنسبه لتشكيل متوقع لحراسه المرمى محمد صبحي، 2 مساكين محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، باك يمين صلاح مصدق، باك شمال احمد فتوح، نص الملعب دونجا وجنبه عبد الله السعيد وقدامهم ناصر ماهر. الوينج اليمين هيبدا بمعالي والوينج الشمال ادم الكايد، وطبعا راس الحربه هو عدي الدباغ. الزمالك يقدر يكسب بكره، كل ما انت هتجيب جون بدري كل ما الماتش هيتسهل عليك زي ما عملت في ماتش الاسماعيلي. ان شاء الله كل الدعم للزمالك عشان اللعيبه والجهاز الفني الموجودين دلوقتي يستاهلوا الدعم. مفيش فلوس، مفيش امكانيات، واللعيبه رجاله في ارض الملعب. هو ده اللي احنا عايزينه من مجلس الاداره وجون ادوار ولاعيبه نادي الزمالك اللي بيمثلوا اعظم جمهور على وجه الارض.